بينا نحكي. فيديوهات كتير جدًا على السوشيال ميديا وبوستات أكتر بتتكلم على إن الإنسان قوي، الإنسان قادر، الإنسان يقدر. دعوات كتيرة جدًا بتتكلم عن قانون الجذب وقوانين الوفرة والثراء والمال، وإن الإنسان يقدر يستدعي كل اللي يحتاجه، وإن الإنسان قادر على إن هو يقدر يعمل كل شيء ومع احترامي الشديد لكل العلوم دي، وهي بتنتمي لأنهي ثقافة وجاية من أنهي بيئة مختلفة، ما فيش ديانة سماوية على وجه الأرض إلا وبتدعو لعبادة الله الواحد الأحد، القوي القادر الجبار. الإنسان ربنا خلقه في الكون مش علشان يكون قادر، ولا علشان يكون يقدر يستدعي الطاقات، ولا علشان خاطر يبقى في إيده قوانين تخلي الكون كله تحت أمره. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق ليه قوة محدودة. القوة دي بتبقى قوة هائلة فعلا لما بيؤمن بقوة الله سبحانه وتعالى، مش لما بيفعل قوانين. الإنسان لما بيؤمن إن خالقه عظيم، وإنه قادر على إنه هو يقلب له كل الموازين، قادر على إنه هو يديه بسعيه ويديه بالسبب ويديه بضد السبب ويديه بدون أسباب، في الوقت ده بتبقى قوته حقيقي قوة هائلة من غير ما يستدعي أي شيء. الإنسان بيملك حقيقي قوة عظيمة، وهي قوة الإيمان بالله، قوة الدعاء. دي القوة الوحيدة الهائلة اللي الإنسان بيملكها فعلا، واللي بتقدر تغير الأقدار. غير كده هو ما يملكش غير السعي في كل شيء، السعي في دراسته، السعي في شغله، السعي في تربية أولاده، السعي في عبادته، السعي في كل الطرق، مع إيمانه إن ربنا سبحانه وتعالى هيوصله لطريق أحسن كمان من اللي بيتمناه. لايف كوتش دكتورة أميرة عبد الرازق.